لازم يكون في النني وحمدي فتحي. طب ليه الجنب الثاني النني وحمدي فتحي؟ عشان يقدروا يقفلوا ورا الباقي. لان لو في زيزو يعني ما اقدرش اقول النهارده ان امام عاشور وزيزو ويبقى موجودين في الملعب بالنسبه للثمانيات او ستات. لازم يكون يعني هم لا ده لا ده يا ده لان هتبقى في مشكله كبيره جدا. الحاجه الثانيه ما ينفعش ان انا، هو طبعا الراجل في مواقف ان هو بيغير الطرق او في لعيب اتصاب فبيبدا يودي عبد المنعم باك رايت. شفت عبد المنعم لما نزل باك رايت بقى الموضوع مش لطيف خالص، حتى واحد ضد واحد بقى يتعدى منه وشكله مش برضه مش هنقول ان ده مكانه، لا هو راجل في استرتباك خلاص حافظ المكان وبيشتغل بشكل كويس. لكن خليني اقول لك انما اجي اقول احمد حجازي وعلي جبر، هل احمد حجازي وعلي جبر ينفع يلعبوا مع بعض في المنتخب؟ تبقى مشكله. طب ليه مشكله؟ يعني عندهم مشكله في الدورانات والترنات، عندهم مشكله في الحاجات دي. فالنهارده لو بقت دي موجوده وانت بتلاعب منتخبات افريقيه، احنا هنقابل مشكله كبيره جدا بالنسبه لمنتخب مصر، ويمكن تبقى مشكله كبيرة. انا واثق ان روي فيتوريا مش بيتعلم من الخطا اكيد.